أهلا بيكم يا أحلى متابعين في الدنيا. قبل ما نبدأ نصلي على النبي. بيبدأ فيلمنا مع الزوجين مات وكيت، وبيوصلوا للبيت اللي اشتروه علشان يعيشوا فيه، وبيدخلوا البيت وبيلم مات العفش القديم، وكيت بتكون في الدور التاني بتنظف هي كمان، وفضل مات يلم العفش القديم وبيرميه بره البيت لغاية لما بيلاقي مفتاح شكله غريب جدا، لكن ما بيهتمش بيه وبيرميه مع العفش القديم. وبنروح لكيت وهي بتنظف على آخرها، وبتتفاجئ بعصفور ميت على الأرض، فبتاخده تدفنه بره البيت، وهي بتكلم مات بتتفاجئ ان العصفور اختفى، لكن بتفتكر انه ما كانش ميت وطار. وبنشوف مات وهو بيلاقي فيه فتحة صغيرة في الحيطة، فبيقرر انه ينزل ورق الحائط اللي عليه، وساعتها بيتفاجئ بباب شكله غريب، ولما بيبص للباب بيفتكر المفتاح القديم اللي رماه، فبينزل بسرعة يدور عليه وفعلا بيلاقيه، وبيطلع تاني علشان يفتح بيه الباب. بس كيت بتحذره وبتقوله خلي بالك، لكن بيتفاجئوا بأوضة سرية ورا الباب وشكلها غريب، واول ما بيدخلوا بيطفطف النور في البيت كله، فبيقرر مات ان يجيب فني يصلح الكهرباء اللي في البيت، وبعدها بيجي الفني بتاع الكهرباء فبياخده مات وبينزله البدروم. واول ما بيشوف المكان بيتفاجئ بكمية الاسلاك الكتيرة، فبيقول الكهربائي المات من الصعب تصليح العطل بسبب كمية الاسلاك المتداخلة ببعضها بشكل غريب، وهو رايح يركب عربيته بيسأل مات هو ليه اشترى البيت ده بالذات، فبيستغرب مات من سؤال الكهربائي وبيقول له هي فيه مشكلة، فبيقول له ان في جريمة قتل حصلت في البيت ده من زمان، وهو ده اللي خلى تمن البيت رخيص. وساعتها بيشك مات في موضوع البيت، وبدأ يبحث عن النت عن القصة بتاعت البيت، وفعلا بيطلع ان في جريمة قتل حصلت في البيت ده من زمان، والشخص القاتل مجهول وملوش اي سجلات في الدولة، وبيعرف انه اسمه جيمس، هو دلوقتي محبوس في مستشفى الامراض العقلية. وبعدها بيروح للأوضة اللي اكتشفها في البيت ومعاه ازازة الخمرة بتاعته، وبعد ما بيخلصها بيكون نفسه في ازازة تانية، فبيطفي النور مرة واحدة وبيتفاجئ مات بإزازة تانية جنبه، وساعتها ما بيكونش مصدق باللي حصل، فبيحط ايده على الإزازة وبيلاقيها حقيقية. وتاني يوم بتصحى كيت بتلاقي النور بيطفطف بطريقة غير طبيعية، فبتروح تدور على مات وبتلاقيه في الأوضة ومعاه لوحات كتير جدا، فبيقول لها إن اللوحات دي كلها أصلية، وبيطلب منها إن هي تتمنى أي حاجة نفسها فيها، فبتتمنى $1000، وفجأة بيلاقوا الفلوس بس بتكون كيت مش فاهمة أي حاجة، فبيطلب منها مات إن هي تتمنى حاجة أكبر من كده، فبتطمع كيتو وبتطلب $1,000,000، وفجأة بيلاقوا الفلوس كلها قدامهم، وساعتها بتخاف كيتو وبتطلع من الأوضة بسرعة، بس مات بيقول لها ما تخافيش كل اللي بنتمناه بيتحقق لنا. وفي الوقت ده بيكونوا فرحانين جدا وبدأوا يستخدموا الأوضة في تحقيق كل رغباتهم، وقضوا أيام سعيدة. ومات جاب كل اللوحات الأصلية اللي في العالم كله وحطها في أوضة الرسم بتاعته، واتمنى كمان سرير أطفال شكله جميل. وأول ما بياخد كيت علشان تشوفه بتتضايق لأنها حاولت قبل كده كام مرة والحمل ما كانش بيكمل، وحذرها الدكتور إن هيكون في خطر عليها، بس مات كان عنده أمل وقال لكيت إن هي ما تيأس. وتاني يوم بيصحى مات من النوم وبيتفاجئ بكيت في الأوضة المسحورة ومعاه طفل صغير، فبيعرف إن هي اتمنته في الأوضة السحرية وكان متضايق منها، وبدأ يعرفها إن الطفل ده مش حقيقي ولازم تتخلصي منه وتتمني تاني إنه يختفي. وبعدها بياخدوا الطفل وبيروحوا بيه للأوضة، وفي الوقت ده بتنهار كيت من العياط وما بتقدرش تتمنى إن الطفل يروح منها لأنها اتعلقت بيه فادت الطفل المات علشان هو اللي يتمنى مكانها، لكن مش بيقدر يعمل كده وبيقرر انهم يعتبروه ابنهم ويربوه. وبعدها بيكمل مات بحث عن النت عن القاتل جيمس، وبيلاقي اعترافات ليه بيقولوا ان الأوضة هي السبب في الجريمة اللي حصلت، فبيقرر مات انه يروح يقابل جيمس في المستشفى، وهو ماشي بياخد معاه شوية فلوس، واول ما بيوصل للمستشفى بيقول لهم انه صحفي وجاي علشان اعمل حديث مع جيمس، بس بيعرفوه ان مفيش حد بيجي يزوره من زمان، وبيدخل يستناه فبيجيله جيمس وبيكون كبر في السن وبقى عجوز، وبيقول جيمس المات انا كنت مستني اللحظة دي من زمان، وبيقول له كمان ان انت اكيد الساكن الجديد اللي اشترى البيت، واكيد لقيت الأوضة المسحورة وحققت منها كل اللي انت عايزه، وانت جاي دلوقتي وعايز مني ايه؟ فبيقول له مات انت ليه قتلت الست وجوزها في قلب البيت؟ فبيقول له جيمس ما كانش قدامي حل تاني غير كده، وبيحذره ان لازم يمشي من البيت ده في اسرع وقت قبل فوات الاوان. وبعدها بياخد بعضه وبيمشي، وهو في الطريق بيعدي على بنزين علشان يمون العربية، ولما بيطلع الفلوس علشان يحاسب بيتفاجئ ان هي اتحولت لرماد، وساعتها بيكون مش فاهم اللي بيحصل وبيروح بسرعة على البيت، ولما بيوصل بياخد شوية فلوس وبيرميهم من الشباك، وقبل ما بتنزل الفلوس على الأرض بتتحول كلها لرماد، فبيحس ان في حاجة غلط بتحصل، فبيجيب لوحة من اللوحات اللي اتمناها وبيطلع نصها بره البيت، وفي الوقت ده بيلاحظ ان النص اللي بره البيت اتحول لرماد والنص التاني سليم زي ما هو، فبيعرف على طول ان اي حاجة اتمناها ملهاش اي قيمة بره البيت. وساعتها بيتجنن مات وبيطلع يكسر في الأوضة
علشان يلاقي تفسير للي بيحصل، لكن بيتفاجئ ان الاوضه كلها متحوطه بالاسلاك وما بيكونش فاهم اي حاجه. وتاني يوم بتاخد كيت الطفل معاها بره البيت، فبيحذرها مات من الخروج بالطفل بره البيت. فبتسأله كيت عن السبب، لكن مش بيرضى يقولها حاجه، فبتصمم على رأيها وبتخرج بره البيت. وساعتها بتتفاجئ ان الطفل بيصرخ جامد وشكله بيتغير، وبتلاحظ ان الطفل بدأ يكبر بسرعة، فبتصرخ وبتنادي على مات لما بتلاقي الطفل بيتحول بالطريقة الغريبة دي. فبيجي لها مات في اخر لحظة وبياخد الطفل بسرعة وبيدخله جوه البيت. وفي الوقت ده بيتفاجئوا ان الطفل الصغير بقى ولد كبير، فبتاخده كيت علشان تحميه وبعدها بتسيبه ينام. وبتروح تسأل مات عن اللي حصل، فبتقوله ازاي الطفل الصغير اول ما طلع بره البيت اتحول لولد كبير. فبيقول لها مات ان الاوضه المسحوره بتديلك كل حاجه انت عايزاها، بس ما ينفعش تطلع بره البيت لانها لو خرجت بره هتتحول لتراب، اما الطفل لو خرج هيفضل يكبر في السن لغايه لما يبقى عجوز ويموت ويتحول لتراب. وبعد كل اللي حصل كيت بتتعلق بالولد اكتر وبتسميه جون. فبيطلب من كيت انه عايز يطلع يلعب بره البيت، فبتقوله انك ما تنفعش تخرج لانك مريض، ولو خرجت بره البيت هتموت. فبيتحايل عليها جون انه يخرج، لكن كيت بترفض بشده فبيتضايق جون. ومات اشترى مسدس علشان يحمي نفسه وأسرته من أي خطر ممكن يحصل. وبعدها بيكون جون نفسه يخرج بره البيت علشان يلعب ويشم هوا، ولسه هيطلع بره كيت بتمنعه في آخر لحظة، وفضلت تزعله وتقول له لو خرجت بره هتموت. وساعتها بتقرر هي ومات إنهم يقفلوا كل مخارج البيت بالخشب علشان يمنعوا جون من الخروج بره البيت نهائي. ولما بيقعدوا ياكلوا كيت بتلاحظ إن جون بياكل التلج، فبتقول له كيت إن التلج غلط على أسنانك، لكن جون مش بيرضى يسمع كلامها. وتاني يوم بالليل بيلاقوا مات وكيت النور بإيد ويطفي، فبيعرفوا ان في حد اتمنى امنية، فبيروحوا على الأوضة بسرعة وبيتفاجئوا ان هي اتحولت لغابة كبيرة، وبيلاقوا جون بيلعب جواها. وفي الوقت ده بيعرفوا ان جون هو اللي اتمنى العالم ده علشان كان نفسه يخرج بره البيت ويلعب وهما منعوه. فبتفرح كيت لما بتلاقي جون سعيد وبتلعب معاه، لكن بيتعصب مات وبيشيل جون وبيخرجه بره الأوضة، وبيفضل يزعق معاه وبيقول له ما تقربش ناحية الأوضة دي تاني، وبيقول لكيت ممنوع ان هو يدخل الأوضة دي تاني لان جون طفل ومن الطبيعي ان هو يتمنى حاجات غريبة. وفي الوقت ده التليفون بيرن وجون هو اللي بيرد، وبيطلع جيمس فمات بياخد السماعة من جون، فبيقول له جيمس شكلك كده تمنيت طفل، وبيقول له كمان لو عايز الطفل ده يعيش لازم تقتل اللي اتمناه. وساعتها مات بيفهم ان جيمس كان نتيجة امنية، وانه قتل صحاب البيت علشان يعيش هو، واي شخص بيتولد في الاوضه دي علشان يعيش لازم يموت الشخص اللي اتمناه. فبتنصدم كيت لما بتسمع المكالمه لانها كانت مراقبه السماعه التانيه، فبتنهار كيت وبتسيب البيت وبتاخد العربيه وبتمشي وهي منهاره من العياط. وبيفضل مات يتصل بيها بس هي مش بترد عليه، وبيكون مات قاعد مع جون لوحدهم طول الوقت في البيت، وبيفضل جون يسأله عن كيت هي راحت فين وهترجع امتى، لحد ما مات بيفقد اعصابه وبيقول له ان كيت مش امك وانا كمان مش ابوك، وانت مجرد وهم ومش انسان حقيقي، وانت ما تقدرش تخرج بره البيت ده لانك لو خرجت هتفضل تكبر وتعجز لغايه لما تموت وتتحول لتراب. فبينهار جون وبيفضل يعيط وبيجري على اوضته، وبعدها بترجع كيت للبيت. وتاني يوم الصبح بيتسحب جون وبيسرق المفاتيح، وبيصحى مات على صوت فتح الباب، فبينزلوا هما الاتنين يشوفوا مين اللي فتح الباب، وبيتفاجئوا بجون كبر بقى شاب وماسك المسدس بتاع مات وبيهددهم بيه. بس كيت بتقرب منه وبتحاول تهديه علشان ما يقتلش حد فيهم، ومره واحده بيهجم عليه مات وبيفضلوا يضربوا ببعض لغايه لما كيت بتتخبط في دماغها وبيغمى عليها. ولما بتفوق بعدها بتلاقي مات جنبها، فبتسأله عن جون، فبيقول لها لما كنا بنضربوا بعض في رصاصة طلعت من المسدس بالغلط وقتلته، واخدت جثته وطلعتها بره البيت. فبتنهار وبتطلع كيت بره زي المجنونة تدور عليه، وللأسف مش بتلاقي له أي أثر. وبعدها بتقول لمات انها لازم تسيب البيت ده ومش هتقدر تعيش فيه تاني. وفي الوقت ده بتلاحظ انه اكل حتة تلجية من الكوباية، فبتعرف اللي قاعد قدامها ده جون مش مات، لكن بيكون اتمنى ياخد شكل مات. ولما مات الحقيقي بيفوق فاضل يدور على كيت في البيت كله، بس للأسف مش بيلاقي لها أي أثر. فبيروح له الأوضة المسحورة وبيلاقيها مقفولة ومش عارف يفتحها، فبيقرر إنه يكسر الحيطة ويعدي منها. وأول ما بيدخل بيلاقي نفسه في الغابة اللي جون اتمناها، وفضل يجري جوه الغابة علشان يلاقي كيت. وفي الوقت ده بنشوف كيت وهي بتحاول تهرب من جون، بس بيقدر يمسكها ويعتدي عليها ويغتصبها. وبيوصل مات للبيت متأخر شوية، هنعمل ايه المخرج عايز كده. وبتتفاجئ كيت باتنين مات قدامها وكل واحد بينادى عليها، وهي بتكون مش عارفة تحدد مين فيهم الحقيقي، فبتنادى على جون وساعتها بتعرفه وبتزقه من على السلم، فبيقع جون وبيغمى عليه. وبياخدها مات وبيجري علشان يهربوا من البيت، لكنهم بيفضلوا يلفوا حوالين نفسهم لانهم كل ما يخرجوا من مكان بيرجعوا له تاني. وبيعرفوا ان جون هو اللي بيعمل فيهم كده لحد ما بيوصلوا لباب البيت وبيلاقوه مقفول، وفجأة بيظهر لهم جون وبيكون بشكله الطبيعي، وبيطلع سكينة وبيهجم على مات وبيموتهم، لكن بيكتشف انهم خدعوه.
وبيطلعوا مش مات وكيت الحقيقيين، وساعتها بيكونوا بيجروا لغاية لما بيوصلوا لباب الأوضة السحرية وبيخرجوا منها. وبنشوف جون وبيحاول يلحقهم وبيدخل وراهم البيت، وبيحاول مات يفتح باب البيت لكن بيكون مقفول. ولما جون بيهجم عليه مات بيفتح الباب وبيقع هما الاتنين بره البيت، فبتقفل كيت الباب بسرعة قبل ما يدخل جون، وبيفضل واقف على الباب يتحايل عليها ويترجاها علشان تفتح له، لكن مش بترضى كيت تفتح الباب. فبيفضل جون يصرخ وصوته بيتغير وبيكون شكله غريب، وبتشوفه كيت وهو بيكبر لغاية لما بيبقى عجوز، وبعدها بيقع على الأرض وبيموت وبيتحول لتراب. وبيخلص فيلمنا، أشوفكم في فيلم جديد.